ليلى عبد اللطيف وجهت رسالة تحذير واضحة للفنانين المصريين وللكوارث اللي هتحصل لهم في 2025 في حلقة مثيرة من برنامج الحكاية مع عمرو أديب. كانت ضيفته النهاردة خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف المشهورة بتوقعاتها اللي دايما بتكون مثيرة للجدل. ليلى في الحلقة دي حكت عن توقعاتها بخصوص الفنانين المصريين في 2025، ووجهت رسالة تحذيرية شديدة اللهجة ليهم، وقالت إنها عندها شعور إن في فيروس وأمراض صعبة ممكن تأثر عليهم بشكل خطير السنة الجاية. ليلى أكدت إن لازم الفنانين ياخدوا بالهم من صحتهم، خصوصا إن الجو مليان فيروسات وأمراض صعبة ممكن تضرهم وتكون سبب في أزمات صحية كبيرة، خصوصا عند بعض الفنانين الكبار اللي ممكن يكونوا أكثر عرضة للأمراض بسبب سنهم أو ظروفهم الصحية. وذكرت ليلى عبد اللطيف عدد من الأسماء اللي طلبتهم بإنهم يهتموا بصحتهم أكتر، على رأسهم النجمة نجوى فؤاد، وقالت إنها لازم تكون حريصة على نفسها وتتابع حالتها الصحية. وكمان في تحذيرات لشمس البارودي وميرفت أمين ونجلاء فتحي وحسين فهمي وكل الفنانين الكبار زي نبيل عبيد ونادية الجندي وصفاء أبو السعود وإسعاد يونس وصفية العمري. يعني بشكل عام كانت رسالة ليلى لكل النجوم الكبار في الفن المصري وإنهم يكونوا حريصين. وأخيرا خصت ليلى عبد اللطيف النجم الكبير عادل إمام، وقالت إنه لازم يعتني بصحته كويس خصوصا مع التقدم في السن، وإنه لازم ياخد كل الاحتياطات اللازمة عشان يتجنب أي مشاكل صحية. وقالت كمان السنة الجاية هتحمل بعض الكوارث والمشاكل اللي هتأثر على حياة الفنانين بشكل عام. التوقعات دي خلت الناس يتكلموا كتير، في ناس مؤيدة ليها وفي ناس شاكة في دقتها، ولكن في النهاية التوقعات دي خلت الناس يتساءلوا فعلا، هل هتحصل كوارث في 2025 ولا ده مجرد تخمين؟